السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. في منافسات الجولة رقم 15 يفوز غزل المحلة على الزمالك 2-1، ويفوز النادي الأهلي على البنك الأهلي 1-0. تعالوا نتكلم الأول على مباراة نادي الزمالك. إيه سبب انهيار نادي الزمالك؟ النكسة اللي جت لنادي الزمالك دي ايه سببها؟ برضو هرجع واقول سببها مش المدرب الفني، سببها هو ان اللعيبة ما بقاش عندها حافز ان هي عايزة تعمل حاجة. يعني هي اللعيبة السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها كسبوا الدوري وخدوا الكاس، ما بقاش عندها الدافع. زي يعني الحتة دي في لعيبة نادي الزمالك طول عمرهم ياخدوا بطولة بطولتين يناموا، مش زي لعيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي طول عمره متعود على البطولات، النادي الأهلي طول عمره متعود على المكسب. نادي الزمالك متعود ان هو عادي كسب بطولة، عادي البطولة دي يعني ممكن نقعد عليها مثلا 3-4 سنين بعد كده عقبال ما نفكر نكسب بطولة تاني. وكعادة نادي الزمالك لما بيلاعب النادي الأهلي وبيخسر سكور زي مباراة 6-1، لما برضو النادي الأهلي كسب الزمالك 6-1، ومباريات تانية كتير، نادي الزمالك بيقع ما بيعرفش يقوم. بيجيله كام ماتش كده بعد الخسارة من النادي الأهلي بيقع. عندك انت خسرت من النادي الأهلي 3-0. على فكرة يا جماعة أنا أهلاوي، والناس هتقول هو انت ليه بتقول المفروض يعمل؟ لا، انت المفروض، انا بتمنى ان انا اتفرج على دوري مصري نار. النادي الاهلي دلوقتي بقى فارق عن نادي الزمالك 11 نقطة. معلش في الكلمة برضو، ما هو فيوتشر في المركز التاني برضو. فيوتشر برضو مش من الفرق اللي هتعرف تنافس مع النادي الاهلي، هتقع لها ماتش وهتتعادل مش عارفة ايه. لكن الزمالك هي الفرقة الوحيدة. واخيرا كان بيراميدز هما اللي كان بينافسوا على الصدارة، مرة النادي الأهلي، مرة بيراميدز، مرة الزمالك. هو ده اللي أنا عايز أتمنى، اللي أنا نفسي أشوفه في الدوري المصري. ليه الدوري المصري بتاعنا ما يكونش زي الدوريات اللي احنا بنشوفها بره؟ فرقة من المجهول أو فرقة يعني ما عليهاش العين تلاقيها هي الصدارة في الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي أنت ما تعرفش مين هياخد الدوري، لكن هنا عندنا في مصر يا اما النادي الاهلي يا اما النادي الزمالك. وكعادة نادي الزمالك لما بيخسر من النادي الاهلي لازم يقع الماتش اللي بعديه. دي فيهم من زمان قوي. نادي الزمالك كل ما يخسر ماتش من النادي الاهلي وسكور يقع. بعد مباراة نادي الزمالك تم اقالة جيسواردو فيريرا وتعيين اسامة نبيه كمدرب فني لنادي الزمالك. الصراحة يا جماعة بأمانة الله فيريرا مدرب عالمي. من ناس، أنا آسف ما تزعلوش مني، الأهلاوية والله على راسي، بس الناس اللي هي عندها تعصب أعمى أنا ما عنديش الحتة دي. أنا ممكن أحفل تحفيلتين 3 على نادي الزمالك وبتاع، بس فعلا فيريرا كان عالمي. فيريرا يا جماعة معرفش إيه اللي حصل، وأنا وجهة نظري اللعيبة عايزة تمشي فيريرا. أنت بنفس اللعيبة دي وبنفس التيم، لا والصفقات اللي انت جبتها جديدة، انت كسبت 2 دوري وكسبت كاس. انت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لنادي الزمالك؟ ايه اللي حصل لنادي الزمالك عشان خاطر يحصل له كل ده؟ وحق ربنا يتقال، هو فريرة في اخر، يعني من اول بداية الموسم هو فريرة يعني كان بيألف كتير. زائد عشان بس الناس تبقى عارفة، مرتضى منصور يعني موقعه. مرتضى منصور هو اللي وقعه، ده اللي انا عايز اقوله من الاخر يا جماعه. مرتضى منصور هو اللي وقع فيريرا. انت دلوقتي 2 لعيبه عندك مهمين، سيبك من عبد الله جمعه، خليك في احمد فتوح. يا جماعه احمد فتوح ده كلمه وشهاده حق هتتقال، احسن باك شمال في افريقيا. في افريقيا، مش هقول لك في المنتخب، لا في افريقيا. احمد فتوح وقعته بالسمعه اللي انت طلعتها عليه. وطبعا
يعني مرتضى منصور كان من عادته ودماغه التعبانه دي يطلع يقول لك انا اللي هقاضي اللي بيقول على احمد فتوح بياخد منشطات وعبد الله جمعه، انا مش عارف اعمل ايه. انت اصلا اللي عملت لهم كل ده، انت اللي عملت فيهم كل ده، انت اللي وقعت فرقتك، انت اللي وقعت نادي الزمالك. معلش يعني في الكلمه يا جماعه، نادي الزمالك لما بيقع انا بتفرج على دوري محسوم للنادي الاهلي. المنافس الاول للنادي الاهلي هو نادي الزمالك، بس مش اكتر. في حته بقى اتكلم عليها بما ان هو لعيب جوه نادي الزمالك. في ماتش القمه اللي فات، تمام، دلوقتي اللعيبه بتنزل بتعمل عمليه الاحماء في الملعب. الملعب نص الملعب للنادي الاهلي ونص الملعب لنادي الزمالك. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تسخن هنا ولعيبه نادي الزمالك تسخن هنا. ايه اللي يجيبك يا شيكابالا عشان بس الموضوع ده نقفله؟ ايه اللي يجيبك يا شيكابالا عند نص الملعب بتاع النادي الاهلي في الحته اللي بيعمل فيها احماء لعيبه النادي الاهلي وتيجي تقف وتقعد تتمرن وتعمل وبتاع؟ اهي الجماهير انا مش هتمتك. معلش يعني يا جماعه، انا مش مع ان الجمهور يشتم لعيب، مش مع ان الجمهور يشتم لعيب، بس هتوقف عند حته واحده. لو انا شتمت لعيب وانا الجمهور، انت كلعيب ما ينفعش تقف قدامي. انت كلعيب ما ينفعش تقف قدامي. مفيش لعيب بيقف قدام ملايين. احنا عندنا مثال في النادي الاهلي وهو اسطوره من اساطير النادي الاهلي، عماد متعب. عماد متعب كان بيتشتم في عرضه وفي بيته، تمام، وكان بيتقال كلام كتير على مراته. انا مش عايز افسر واقعد احكي الحكايه واقولها من تاني. وكان بيسكت ما بيتكلمش. ولاعيبه كتير في النادي الاهلي كانت بتشتم في اي موقف في اي كوره، وكانت بتشتم. ولاعيبه الزمالك جمهور نادي الزمالك ما كانش بيسيب اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. فانت يا حبيب قلبي لما تيجي جمهور، يعني هو مع ان انا معترض عن ان الجمهور يشتم، دي حاجه غلط طبعا، سواء اللعيب يستحق او ما يستحقش، انت مالكش ان انت تشتم لعيب، تمام. انت يعني المفروض اللعيب ده برضو عنده نفسيته وعنده احساس، انت ليه بتشتمه وحاجه زي كده؟ ده سلوك مش كويس، انا ما بشجعش بيه، تمام. حتى انا ممكن اكون من الناس اللي ممكن تهزر وتحفل، بس ثانيه واحده، ثانيه واحده، انا كجمهور شتمتك، انت كلاعب ما تردش عليا، ما تقفش قدامي، ما تستفزنيش. انت هتقف قدام ملايين يا شيكابالا؟ جمهور النادي الاهلي خلاك تتجنن، جننوك. معلش يعني في الكلمه، يعملوا كل اللي هم عايزينه وحاجات كتير اتعملت طب وليه؟ ما انت يا عم الحاج لما هم يعملوا لك كده او هم يشتموك ما تعمل كده يا عم. زي شريف اكرامي. شريف اكرامي راح للجمهور عمل لهم كده لما قالوا له يا خرم افريقيا، لما قالوا له يا خرم افريقيا راح للجمهور وعمل لهم كده. الجمهور ما شتموش تاني. خلاص خلاص، هو مش عايز يقف قدامنا خلاص. لما طلع واتكلم حلو وقال لك انا عملت تهنئه عندي على الصفحه للنادي الاهلي عشان خد افريقيا وبتاع والكلام ده كله، وخدت واتعمل عليا غرامه من نادي بيراميدز والكلام ده كله، مش فارق معايا، انا في حاجه من جوايا عملتها عشان خاطر بحب النادي الاهلي. بيبين حبه مع انه بيشتم. انت لما جه، فاكرين اللقطه يا جماعه؟ اللقطه دي انا عمري ما هنساها. لما محمود الخطيب خد كابتن حسن شحاته وراح لجمهور النادي الاهلي وقال لهم لا، اللي انتوا بتعملوه ده غلط، ما تشتموش كابتن حسن شحاته. فاهمين؟ في ماتش بعد المباراه الشناوي حضن شيكابالا وهما الاثنين حضنوا بعض في وسط الملعب. برضو دي حاجه من ضمن الحاجات اللي هم عايزين يفهموك لعيبه الاهلي، ان احنا بنحبك، احنا ما فيش حاجه بيني وبينك، انت مشكلتك مع الجمهور حاول تصلح المشكله دي، حاول ما تردش عليهم يا شيكابالا. بس ده اللي اقدر اقوله لك. تعالوا بقى نتكلم عن مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. النهارده فاز النادي الاهلي 1-0 بجون للشريف المخيف العفيف يا لطيف يا لطيف. شريف النهارده بيرجع تاني لمستواه اللي احنا نعرفه، شريف الهداف. شريف الهداف يرجع يهدف النهارده بجون. يعني هو الكوره كانت مرتده من الجون بعد ما صدها، بس انك انت تبقى متابع للكوره ده شيء في حد ذاته كويس من المهاجم. اصلا كمهاجم انت المفروض تبقى مركز في الحتت دي،
تمام. وطبعا مساهمة الجون اكتر كانت لمروان عطية لما عمل الانطلاقة بتاعته، تمام، وخد كام لعيب هرب بيهم وفضى الكورة لشريف، عرف لما تردت يرجعها يحطها في الجون. بعد مباراة النادي الاهلي هقول لكم الترتيب بتاع الدوري المصري حتى الان. رقم 1 في المركز الاول هو النادي الاهلي، يليه في المركز الثاني فيوتشر، يليه في المركز الثالث بيراميدز، يليه في المركز الرابع المقاولين العرب. نادي الزمالك يختفي من اول 4 فرق في ترتيب الدوري المصري. عايز اتكلم معاكم شويه بقى عن مروان عطيه. الصفقه دي يا جماعه صدقوني الشهاده لله تتقال، الصفقه دي هتاخد منها يا نادي اهلي ثمرك وطرحك فيها. مروان عطيه يا جماعه لعيب، يعني انا لسه ما طبعش في الملعب مع اللعيبه، بس بيبان اللعيب، بيبان من لمسته، من طلعته من الكوره، من رجله. لا لعيب عارف رجله ميزان، اللعيب ده رجله ميزان، هينفع النادي الاهلي قوي في الفتره الجايه، وان شاء الله ربنا يوفقه، وان شاء الله مروان عطيه يكسر الدنيا مع النادي الاهلي. في لقطه كده يا جماعه لفريرة وهو واقف في نص الملعب، طلع حاجه كده من جيبه وقام واكلها وبتاع، حاجه لونها بني، بس للتوضيح مش اكتر، دي ملبساه يا جماعه مش اي حاجه تانية. الراجل المحترم مدرب محترم مع نادي الزمالك، عشان شفت كام كوميكس كده معمول، ده هو ده الحشيش اللي بيوزعوه الكلام ده كله. طبعا فريرة مدرب محترم، ومن المدربين اللي فرقت مع النادي الزمالك في اخر 10 سنين. وحابب اشكر الناس اللي عملت لي اشتراك في القناة وبقت معايا، وعايز اقول للناس لو في موضوع معين عايزين تقولوا لي اطلع اتكلم فيه، تكتبوا لي في التعليقات المواضيع اللي انتوا عايزين نطلع اتكلم فيها، وانا على طول هطلع اتكلم فيها. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ولو انت مش عندي في القناة انزل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.